افتتاح المتحف المصري الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سادة، أنا عارف إن في ناس هتقول لك هو المتحف كان أولوياتنا، مش كان الأكل والمعيشة أهم؟ واسألهم في محله، لكن الناس موجوعة فعلا من الغلاء والتعب. بس خلوني أقول لكم حاجة من القلب. البلد اللي تفكر في لقمتها بس هتفضل دايما بتدور على اللقمة، لكن البلد اللي بتبني لنفسها قيمة ومكانة وتاريخ قدام العالم هي دي اللي بتقدر تأمن مستقبل عيالها. النهاردة لما مصر تفتتح المتحف المصري الكبير، هي مش بتصرف على حجارة ولا تماثيل، هي بتستثمر في حضارة، في سياحة، في اسم مصر اللي بيفتح أبواب الدنيا كلها، ودي اللي هيجيب العملة وهيشغل الناس وهيفتح بيوت ناس كتير. مش كل يوم التاريخ بيتفتح من جديد، ومش كل بلد عندها القدرة إنها تبني بوابة للماضي وتقدمها للمستقبل. النهاردة العالم كله بيبص على مصر، مش علشان أزمة ولا علشان مشكلة، لكن علشان حدث هيفضل في التاريخ إلى الأبد. افتتاح المتحف المصري الكبير، المكان اللي العالم كله كان مستني يشوفه، المتحف اللي بيتقال عليه أكبر متحف أثري في العالم كله، على بعد خطوات من الأهرامات، في قلب الجيزة، على أرض الحضارة. مصر بتقول للعالم كله أنا مش بس أم الدنيا، أنا أصلها، أنا أصل الدنيا. المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى ضخم وجميل، ده رسالة قوية بتقول احنا لسه هنا، احنا ولادنا اللي بنوا الأهرامات ولسه قادرين نبني أعظم مشروع ثقافي في العالم. أكتر من 100,000 قطعة أثرية، كل واحدة منها بتحكي حكاية مجد. وفي النص هناك الملك توت خنع آمون، وأول مرة كل مقتنياته متجمعة في مكان واحد. كأن التاريخ نفسه رجع يستقبل زواره. بس ورا كل ده في تعب سنين، عمال مصريين وقفوا في الشمس، مهندسين وسيدات وشباب اشتغلوا بإيديهم علشان البلد دي ترفع راسها. المتحف ده مش إنجاز حكومة، المتحف دي إنجاز شعب كامل بيحب بلده، ولازم كل واحد فينا يكون جزء من اللحظة دي. تعالى شوف بعينيك، احكي لأولادك عن حضارتك وعن حضارة أجدادك. قول لهم بص يا ابني، ده تاريخك وده مستقبلك ودي فخر بلدك. مصر بتتبني خطوة بخطوة، مش بس بالمشاريع، لكن بالأمل وبالإيمان بنفسها، واللي جاي إن شاء الله أحسن بينا كلنا، بعرقنا وبصبرنا وبحبنا لبلدنا. تحيا مصر اللي بتحافظ على تراثها، تحيا مصر اللي بتبني رغم كل الصعوبات والتحديات، وتحيا مصر اللي بتقول للعالم كله هنا كانت الحضارة وهنا لسه موجودة وهتفضل موجودة إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على السوشيال ميديا